فيلم دموع الحب سنة 1935. بعد نجاح محمد عبد الوهاب في فيلمه الأول الوردة البيضاء سنة 33 حلقة 38، قرر يعمل فيلمه الثاني دموع الحب، وبرضه مع المخرج محمد كريم. دموع الحب رواية مصرية غنائية مقتبسة من رواية اسمها مجدولين، اللي عربها الأديب والشاعر المرحوم مصطفى لطفي المنفلوطي، من رواية فرنسية اسمها تحت ظلال الزيزفون للكاتب الفرنسي ألفونس كار. محمد كريم كتب السيناريو، الشاعر الكبير احمد رامي كتب الحوار والاغاني، وطبعا عبد الوهاب اللي هيلحن الاغاني والموسيقى التصويريه. الموسيقار محمد عبد الوهاب كان له الفضل في عمل اغاني والحان مخصوصه للفيلم السينمائي الغنائي. اتفقوا مع المطربه نجاة علي تلعب دور البطوله قدام محمد عبد الوهاب، وده يعتبر فيلمها الثاني في السينما بعد فيلم معجزة الحب سنه 1930 مع شركه كوندور فيلم. المخرج محمد كريم اشترط على نجاة علي انها تنزل وزنها من 67 كيلو ل 55 كيلو. كان اول ظهور لفردوس محمد اشهر ام في السينما المصريه في فيلم دموع الحب. اشتغل في الفيلم عبد الوارث عصر في تاني فيلم ليه مع محمد كريم بعد فيلم زينب سنه 30 حلقه 19، ويقال انه كان بيشارك في كتابه الافلام اللي عملها مع محمد كريم. عبد الوارث عصر كان بيدرب الوجوه الجديده على التمثيل والالقاء، والف كتاب فن الالقاء اللي بيعتبر من اهم الكتب في تعليم فن التمثيل. اشتغل في الفيلم الممثل عبد القادر المسيري، سعاد فخري، محمد توفيق وهبي، وسليمان نجيب، واستعانوا بباقي الممثلين من جمعية أنصار التمثيل والسينما اللي كان ليها دور كبير في صناعة نجوم الفن، وكانت ملتقى لهواة فن التمثيل في مصر. تابعونا.